السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنتعلم مع بعض طريقة سلق البيض يا جماعة. ازاي نسلق البيض بطريقة سهلة ومن غير ما يتكسر مننا، واسهل طريقة لسلق البيض يا جماعة. اسهل طريقة لسلق البيض، طبعا انت الاول بتجيبي البيض بتاعك بتغسليه كويس، وبعد ما بتغسليه كويس بتجيبي حلة صغيرة بتاعتك اللي بتسلقي فيها البيض، الحلة الصغيرة او العلبة الصغيرة براحتك طبعا. وبتجيبيه، وطبعا بتغطي البيض بالميه، وبعد ما بتغطي البيض بالميه بتحطيه على البوتاجاز، واول ما بيبان منه حته بتعرفي ان هو استوى. اهو مثلا انا جبت حله اهيت وهحط فيها البيض ده، انا بسلق فيها البيض، بحطه كده، ولازم اغطي البيض بتاعنا كله بالميه. شايفين اهو يا جماعه؟ وبعد كده بتسلقيه اهو. شايفين؟ باجي على البوتاجاز بقى بتاعنا واحطه كده يتسلق اهو. ببتدي بقى ان هو يغلي ويتسلق معانا. دي اسهل طريقه لسلق البيض. واول ما البيضه متبان منها حته كده بتعرفي ان البيض استوى، يعني مثلا هو كده لسه هيغلي معانا، واول ما البيض ما بيبان منه حته بعرف ان هو استوى على طول. اهو شايفين اهو يا جماعه؟ اهو بيبتدي يغلي معانا لحد ما يستوي طبعا، وتبان منه حته بعرف ان هو استوى على طول. اهو شايفين؟ شايفين بقى يا حبايبي؟ اسهل طريقه يا جماعه، اسهل طريقه بجد، وطريقه سهله جدا وجميله. اهو قرب يستوي معانا كده البيض. اول ما بيستوي معانا بيبقى خلاص كده اهو. هو بيغلي يا جماعه بس بطيء شويه. هو قرب كده طبعا. اول ما يبان منها حته من فوق بعرف ان هو استوى على طول. مش عاوز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. يلا سلام يا حبيبي.